انا اسمي احمد قرش من حركه المصري الحر. احنا عملنا البتاع ده الصبح، ده فعلا اختراع كويس جدا. هو بيحل تماما مشكله الغاز المسيل للدموع. الفكره ان اللي هم بيرشوه علينا ده حاجه اسمها سي اس ايجنت وسي ان وسي ار، 3 حاجات. اوكي، ال3 حاجات دول الماده دي بتدوبهم وبتكسرهم قبل ما يوصلوا للجسم. طيب مش مشكله، بتدوبهم وبتكسرهم قبل ما يوصلوا للجسم. تمام. فهي متكونه من حاجات بسيطه جدا، هي بس 5% خميره اللي هي بتاعت العيش، خميره بيره اللي هي بتاعت العيش، و95% ميه. تدوبهم ده البساطه، وترش في وش حد مصاب بالقصه دي ويكون متبهدل او عينيه ملوحه، ورش في عينيه جوه عينيه حتى هتلاقيه فك وبقت كل حاجه زي الفل. ترشه على الماسك القناع قبل الغاز ده ما يدخل القناع ويوصل تنفسه، هيكون داب وخلص. يعني جربناه دلوقتي. احط كام جرام خميره بيره على اللتر ميه؟ 5%. هي نسبه. يعني ايه 5%؟ 95%. لو مش عارف تعملها بالظبط، حط ابشر بس حته انت ماسكها بصباعينك دي، حطها في المنسوب الميه ده مثلا. تمام. احنا دخلنا جوه، وبعد ما بخيناه كنا واقفين من غير قناع ومن غير حاجه، وجنبنا الجاز كانستر اللي مضروبه تحت رجلينا، وما حصلناش اي حاجه. كفايه بس انك تبخ في وشك كده. استنى اوريك كده. تلعب كفايه انك تبخ خلاص كده تدخل في اي حاجه. مفيش. فهي دي المشكله اللي بتخلي الناس تختنق وبتاع، والحمد لله اتحلت. يا ريت الموضوع ده يتنشر، وكل اللي عرف الموضوع ده يقولوا لغيره باذن الله.